السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض صينية سمك شخورة في الفرن جميلة جدا بالخضار. بإذن الله هتجربوها وهتعجبكم وتقولوا لي رأيكم. الطريقة دي تنفع معاها أي نوع سمك تقريبا. تعمل بيها سمك شخورة زي ما أنا هعمل كده، سمك بلطي، سمكة بلاميطة، سمكة رنجة. أغلب أنواع السمك بتتعمل بالطريقة دي. جبت السمك بتاعي نضفته وغسلته كويس، بنبدأ بقى نركنه على جنب كده لحد ما نحضر صينية الخضار بتاعتنا. هنجيب معانا 3 حبات من البصل متوسطة، وهنبدأ نقطعهم حلقات رفيعة علشان ما تاخدش وقت معايا في السوا، لان السمك بطبيعته ما بياخدش سوا في اي طريقة بيتعمل، سواء مقلي او مشوي او في صواني. هي الصينية او السمك بتاعنا بياخد نص ساعة في الفرن، بس اهم حاجة يكون الفرن مسخنينه مدة 10 دقايق ربع ساعة قبل ما ندخل بالسمك بتاعنا. طبعا كمية الخضار بتاعتنا بتتحدد حسب كمية السمك اللي هتعمليها وحسب عدد الأفراد اللي هياكلوا. الخضار طبعا بيستوي مع السمك، بيبقى واخد من طعم السمك وريحته كده، بيبقى جميل جدا. والسمك دوت ميزته ان هو ما بيسيبش، ما بيتركش اثر في الريحة في البيت، زي السمك المقلي والمشوي بيبقى ليهم ريحة نفاذة في البيت بتقعد وقت على ما بتطلع. لكن دوت بتبقى ريحته جميلة جدا، ما بياخدش وقت، يعني ما اعتبر اصلا ملوش ريحة، ريحته جميلة، ما بيسيبش ريحة غير مرغوب فيها في البيت. هنجيب بقى معانا كام حباية من البطاطس. انا جبت بطاطس حب صغير علشان اقطع البطاطساية شرايح كاملة، حلقات رفيعة. لو انت عندك البطاطس بتاعتك حجمها كبير، بتقطعي البطاطساية بالطول علشان تبقى نص دايرة، علشان ما تتكسرش معاكي لما تستوي. زي ما احنا شايفين الشرايح بتاعتي شرايح رفيعة قوي، قريبة من الشيبسي، علشان ما تاخدش وقت معايا في السوا وتستوي بسرعة، وكمان تاخد من طعم الخضار اللي حواليها وطعم السمك. هنقطع بقى كمية البطاطس كلها، وهنبدأ ننزل بالبطاطس على البصل اللي احنا قطعناه في الأول. بعد كده هنجيب معانا فلفل ألوان. لو حابين تستخدموا فلفل حامي لعشاق الأكل المشطشط، هتحطي قرن أو 2 من الفلفل الحامي، بس أنا هستكفى فلفل ألوان بس، مش هحط فلفل حامي. هنقطع الفلفل بتاعنا شرايح طويلة زي ما احنا شايفين كده، احنا عايزينه يبقى ظاهر معانا في الصينية بتاعتنا. طبعا لو انتوا عايزين تزودوا كمية الخضار، لو عايزين تقللوها، دي حسب الرغبة. لكن صراحة انا الاول كنت بعمل كميات قليلة قوي، بيبقى يعني طبق صغير كده. لكن لما عملته كذا مرة لقيته بقى جميل جدا، واعتبر الخليط دوت بيتاكل قبل السمك نفسه، فبدأت ان انا ازود الكمية. معانا كمان حبتين من الليمون، هنبدأ نقطعهم شرايح رفيعة وننزل بيها على الخضار بتاعنا. الليمون بيدي نكهة جميلة جدا وطعم جميل، وكمان يعني الليمون نفسه بيتاكل، مش بس هو بيدي طعم وبنشيله، لا بيتاكل مع الخضار اللي بيبقى محطوط مع السمك، بيبقى رائع جدا. هننزل بقى بالليمون بتاعنا على الخضار. بعد كده هنبدأ نجيب ربطة من الخضرة، سواء بقى كزبرة او بقدونس، ولو عايزة تحطي عود شبت برضو بيبقى جميل جدا. اي نوع خضرة بيبقى حلو جدا مع السمك. طبعا احنا عارفين ان اساسي السمك هو الثوم والخضرة والكمون والكزبرة. هنقطع بقى الخضرة بتاعتنا قطع صغيرة، مش هنضربها في الكبة ولا هندقها في الهون، هنقطعها قطع صغيرة كده بالسكينة. هننزل بقى بالخضرة بتاعتنا على الخليط بتاع الخضار بتاعنا.
بعد كده هنجيب حوالي 4 5 حبات من الطماطم ونقطعها اي تقطيع احنا حابينها، سواء مكعبات صغيرة او جوانح او حلقات. في النتيجة في الاخر هتبقى واحدة. هننزل بقى بكمية الطماطم بتاعتنا على الخضار. بعد كده هننزل بمعلقة كبيرة من الثوم المفروم. هننزل معانا معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الكمون، معلقة كزبرة. عارفين ان السمك بتاعنا الاساسي بتاعه الكمون والكزبرة والثوم والخضرة، ده اساسي السمك. هنقلب بقى الخضار بتاعنا بتاع تقليبة كويسة علشان يتجانس مع بعضه قبل ما نبدأ ننزل بالسمك بتاعنا. في الوقت دوت واحنا بنقطع الخضار كده بنشغل الفرن بتاعنا علشان يسخن، اللي هم 10 دقايق ربع ساعة مش اكتر، ويكون الفرن الحرارة بتاعته عالية. ندخل بالسمك بتاعنا، بياخد حوالي نص ساعة، ونبدأ نقلبه. اول ما الجنب اللي فوق ياخد الوش ويتحمر بنقلبه بقى على الجنب التاني عشان نحمره ويطلع شكله جميل كده ومورد وذهبي. هنرص بقى السمك بتاعنا. انا السمك ما حشيتهوش، حطيته زي ما هو كده. لو انتوا حابين تحشوه توم وخضرة وملح وكمون عادي، لكن انا ما حشيتهوش. هرص السمك بتاعي وهبدأ انزل بخيط رفيع من الزيت على وش السمكة بتاعتي علشان تتحمر، يعني حوالي 5 معالق من الزيت مش اكتر. انا قلت لكم ان احنا هنعمله من غير زيت تقريبا، يعني حاجة بسيطة كده بس عشان تاخد السمكة بتاعتي اللون الذهبي لما تدخل الفرن. كده الصينيه بتاعتي بقت جاهزه. هدخل بيها في الفرن بقى، اكون مسخناها زي ما قلت لكم لمده نص ساعه. طالع بالمنظر دوت، الجنب اللي فوق اتحمر. قلبته على الجنب التاني وهتحمر، طالع بالمنظر دوت جميل جدا. وريحته صراحه من اول 5 دقايق في الفرن بتبدا الريحه بتاعته تطلع ريحه جميله جدا. واهم حاجه ان هو ما بيسيبش ريحه في البيت بعد ما بيستوي، بعكس السمك المقلي والمشوي. طبعا بنقدمه بقى بالخضار بتاعه، شكله جميل جدا. بيتقدم بقى طبعًا مع رز مخلل، عايزين تقدموه مع عيش طحينة بيبقى رائع جدًا. أتمنى إن الفكرة تعجبكم، وأتمنى إن أنتم تجربوه وتقولوا لي رأيكم، وأتمنى إن أنتم تشتركوا معايا في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد، ونتقابلوا في وصفة جديدة، والسلام عليكم.